الأصدقاء صديقات، والأحداث متسارعة في العالم. الحروب والصراعات هنا وهناك، وأيضا الكوارث الطبيعية تداهم أماكن شتى من العالم. الكوارث والأزمات تحيل مشاعر الصراع والحرب أحيانا إلى حالة من التعاطف والتآلف وإزالة حواجز الصراع. رأينا بالأمس القريب عندما حدث زلزال مدمر في تركيا وسوريا، كيف أن العالم تنحت الصراعات وأيضا الخلافات المستحكمة بين أطراف العالم، والكل أبدى المساهمة والمؤازرة. بعد أيام قلائل سوف نستقبل مناسبة عيد الحب، مناسبة سنوية نستقبلها يوم 14 فبراير من كل عام. ويرى الكثير وأنا منهم أننا في هذه الأيام الصعبة على كثير من الأشقاء وبعض المناطق في العالم أننا أولى وأحوج أن نعمق مشاعر الدفء والمودة والحب بيننا، لأن العالم بالفعل لا أحد يستطيع أن يفك شفرة ما يجري في العالم الآن. أتوقف الآن في هذه المحطة مع الأستاذ محمد جمال مخلوف، الكاتب والشاعر الكبير، عضو اتحاد الكتاب، عضو اتحاد كتاب مصر. أستاذ محمد، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على العالم كله بأجمعه. يعني الشعراء هم أكثر الناس يعني رفاهة للحس، يعني أو ذوي حس مرهف، سواء في الأزمات أو في الأفراح أو في أي مناسبة. هم أقرب الناس للمشاعر والقدرة على التعبير. كيف ترى ذلك؟ تمام، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا بالفعل اتأثرت بالمقدمة اللي حضرتك قلتها، يعني حتى ده باين على صوتي. يعني دعواتنا وقلوبنا كلنا أكيد مع أهالي كل بلد مصاب، مع العالم كله أجمع. طبعا دعوتنا، لاننا جميعا يعني الحقيقه العالم اصبح قريه صغيره، تمام. والمتابعه اصبحت يعني ابديتنج، يعني سريعه جدا. الانسان يقدر يشوف كل حاجه في وقتها الحقيقه، والعدسات ما غيبتش اي شيء. فيعني كل المؤازره وكل التعاطف مع اهالينا سواء في سوريا او في تركيا او في اي مكان منكوب في العالم يعني. وندعو الله سبحانه وتعالى انه يجنب كل الناس اي كوارث او ازمات. هل انفعلت مع مناسبات بمثل هذه الطبيعه فانتجت شعرا من اشعارك يعني؟ اكيد. هو انا كل اشعاري بتبقى نتاج عن احداث بتحصل حواليا. يعني مش بقول ان انا بقعد هكتب في حاجه معينه، الا هو احيانا ده فعلا بيحصل بحكم ان يعني ان الحمد لله بحكم الخبره الموضوع بيبقى حرفي. لو عايز تكتب في شيء معين بتقعد بتكتب فيه، بتقدر تمثله وتعبر عنه. بس انا شايف ان الشعر الاكثر صدقا اللي هو بيبقى وليد اللحظه، وليد الانفعال، نتاج الظروف المحيطه، نتاج اي حدث حاصل. فطبعا سواء الاحداث اللي حاصله دلوقتي او اي حدث بيحصل بكتب فيه في ساعتها، ودي بتبقى من اقرب الكتابات لقلبي واحساسي. طيب هنسمع ايه يعني يتماهى مع ما نحن نعيشه الآن من ظروف، أو يعني حتى مع المناسبة التي نستقبلها هذه الأيام؟ تمام، هو ده اللي أنا كنت حابب برضو أتكلم فيه. يعني ما كنتش حابب أتكلم في حاجة بخصوص الأحداث المؤلمة اللي حاصلة. حابب يعني نحاول ندي طاقة إيجابية على قد ما نقدر، هو ده اللي احنا شغالين عليه من الصبح على فكرة. بالظبط. وتخص يعني تخص الاحداث اللي حاصله بالفعل، اللي بتحدث بالفعل، والحدث اللي احنا داخلين عليه يوم الحب.
فممكن نقول من رباعيات صاحب الجمال اللي بكتبها. الحب ما ينفعش اصلا يتعامل علشانه عيب. ده مشاعرنا لو قال له مثلا فيه على طول نعيب، ولا ينقص ثانية ولا يخلص، ولا يبقى ليه مواعيد، ولا تهرب منه او تفلفص لو عايز تعيش سعيد. الحب من غير مبالغة ده بيصنع معجزات، بيلغي عوائق فارغة وفوارق وحجوزات. الحب ده أحلى وأعلى وأغلى الملذات. الحب حياة وألوان، كيان وأمان وذات. الحب كافي وما أدراك، وحضن دافي بيجري وراك، على طول موافي على طول رعاك. قلبي يقولك دايما أراك. أوصيكم بالحب، بالحب بالذات. إحساس بجد بيصنع معجزات، ويحلي الشعور بالروح والذات. لو تعلمون الحب قمة الملذات. الحب في عز الضعف رحمة. الحب هدوء في وسط زحمة. الحب سكينة طمأنينة مدفينة. الحب عفوا. الحب في عز الضعف رحمة. الحب هدوء في وسط زحمة. الحب سكينة طمأنينة مدفينة. الحب عطاء. الحب واحد للحمل طاق. ده شيء ملناش أي دخل فيه، ومين الحب يقدر يوم يخفيه. واللي يفهم الدنيا دي صح عارف إن الحب وحده هيكفيه. الحب رزق والمتعة عيشة. حبه ثم حبه ثم حبه، بس اختاره صح تمام. ويا بخت القلب السهل اللي بيرق، اللي بكلمتين الواحد ياخده في عبه. الأبيض صافي بينام. لو عايز تعرف الحب الصح، الحب اللي هتلقاه دام، هو اللي يشدك من وسط الجرح، هو اللي يزقك قدام. الحب لا يفنى. طب نكمل حديثنا وبعد كده نسمع رباعيات تاني. طيب انت بتقول في اول القصيدة الحب من غير مبالغة. تمام. جميل قوي حكاية من غير مبالغة دي، يعني اكتر حد محتاجين نتكلم في الموضوع المبالغة ده، لانه احيانا المبالغة بتخلي الانسان يعجز عن التعبير، وعايز يزور ناس فهو متعود على المبالغة، عايز يستقبل ناس متعود على المبالغة، هو عاوز يعبر فمتعود على المبالغة. فأحيانا يعني الحالة بتبقى مش يعني مش قادر يعبر على معتاد. يعني حكاية البساطة دي دعوة بندعو كل اللي بيسمعنا ان تعبيراتنا تكون بسيطة وبس تكون موجودة. يعني بالظبط. شايف ده ازاي؟ لا، هو انا شايف ان زي ما بيتقال ما يخرج من القلب يصل الى القلب. حتى لو صاحب الشعور او الاحساس ده مش قادر يوصله، انا شايف ان هو بيوصل تلقائي. لو اللي قصاده يعني لو اللي قصاده هو طبيعي، الناس يبقى عندها قدر من الاحساس والشعور باللي حواليها. فلو اللي قصاده عنده القدر ده اكيد هيوصل له من غير ما يعبر. هيوصل زي ما يقال بالافعال. جميل. قبل الكلام. طيب استاذ محمد، يعني انت كشاعر، يعني يقال ان الشعراء يعني بتحرك يعني الحالة الشعرية عندهم العواطف، سواء كانت عواطف سلبية أو إيجابية. أنت بترى يعني أي الحالات اللي هي تفجر الملكة الشعرية عند الإنسان اللي عايز يكتب شعر، هل الإيجابية أم السلبية؟ هو أنا بالنسبة لي يعني الإيجابية والسلبية، يعني مش حالة معينة. أي حالة صادقة بتفجر بتفجر الكتابة داخلي أو الإبداع داخلي والتعبير من جوايا، سواء سلبية أو إيجابية. أي حالة بتحصل. تمام. هل من يعني بنات أفكارك القصائد اللي أنت أنتجتها في قصيدة
او في يعني منتج شعري بالنسبه لك بتحس ان هو اقرب لك من الاخرين يعني، او هو بتتعاطف معاه اكتر من اكتر شيء، او اللي انت على اولويات يعني حبك او تعاطفك مع هذا الابن الشعري او الابن الفني؟ لا، هو بصراحة وبدون دبلوماسية، كله ده لأن كل اللي أنا بكتب، آه، يعني أنا الشعر والكتابة بالنسبة لي زي ما بيسمى شغف. نعم، والشغف يغير زي ما بتقول القاعدة في علم التنمية البشرية يعني. بالظبط. فأنا يعني أنا بكتب من زمان جدا، وإن شاء الله لو ربنا إدانا العمر يعني هكتب لحد آخر يوم في عمري. فالكتابة بالنسبة لي دي أنا شغفي وكياني. فكل اللي بكتبه بيبقى أنا بحسه أنا فعلا. طيب أنا عايز أسمع منك أقرب حاجة يعني تتوافق مع الشغف بتاعك يعني، وأنت بقى ممكن يعني تقول لي هم كلهم، فأنت اختار وسمعني. لا، كله يعني. أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة عن الحب بس بشكل مختلف عن اللي قلناه، عن الرباعيات اللي قلناها. وبرضه مش رباعية، حاجة أطول، تسمى قصيدة، تسمى أغنية، تسمى كما تسمى، بس هو إحساس وحابب أوصله بخصوص الحب برضه. الحب اللي يوجعك اردم حنين عليه، خليك في اللي بيسمعك من غير ما تنادي عليه، وما تسألنيش تاني ليه. اردم حنين عليه، انساه بالتلاتة، انساه باستماتة، خلي اللي يعذبك والحب اللي بيغلبك قصايص ورق متفاتة، وانساه بالتلاتة، انساه باستماتة، وبادر بالفراق، ملعون الأشواق وأي حنين سراق، اللي يعذبه مشتاق، دول ملعونين باتفاق، كل اللي مرارهم داء، وأخد الدواء من الداء وفاق بعد الفراق. الله، جميل جدا جدا. ده حبيت أتناول الحب من رؤية أخرى، إن أحيانا بنحب شخص خاطئ، مشاعرنا بتخرج في اتجاه خطأ. فالحب طبعا يعني الكلام فيه كتير جدا. ماشي، بس يعني هو الإنسان لما يعني بيصدم عاطفيا ويحاول إن هو يعمل زي ما أنت بتقول كده، إنه يردم أي تجربة يعني. مش بيبقى يعني الواحد بيدوس على زرار بالظبط في نفسه فيتحول التجربة إلى نسيان، ولكن بيحتاج مجاهدة يعني. بالظبط. وكتبت في ده برضه. لا، كلام حضرتك مظبوط. انا زي ما بنتكلم دلوقتي بحاول اوصل احساسي وخبرتي المتواضعه في كتاباتي. يعني زي ما حضرتك قلت، هو مش بزرار. في ناس ما تبقاش عارفه حاجه زي كده، بتبقى جديده لسه في التجارب، يعني بوصل لهم ده في كتاباتي، ان تمام الموضوع هياخد شويه وقت، وزي ما كتبت قبل كده، فراق كل ساعه ولا فراق ساعه. يعني الموضوع فعلا بياخد شويه وقت يعني. تمام. طيب أنا أسمع منك اللي أنت قلت أنا صرت هذه المشاعر وهذه التجربة برضو، نسمع حاجة تاني. ممكن نقول: الحب لا يفنى ولا يستحدث من عدم، وأمر شيء فيه فوات الأوان والندم، وعن اللي خان اعتبر ذكرياته اتردم، من غير عياط بره الحياة يتشاط بالأدب. فدي برضو بنتكلم عن الحب من منظور برضو الاختيار الصح. أستاذ محمد، يعني أنت لك يعني بعض الكتب التي نشرت، قلت لي لك 8 كتب. يعني في الحياة الثقافية بنلاقي إنه يعني شباب المثقفين والشعراء والكتاب بتواجههم بعض التحديات، يعني تحديات النشر والوصول للجماهير. ايه رأيك في المسألة دي؟
هو كلام حضرتك مظبوط، بس خلينا نقول يعني بالنسبه للناس اللي بتواجهها اي تحديات وعندها موهبه، دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اتاحت لكل من عنده هو موهبه ان هي توصل للناس بسهوله. نعم، وده كان معاك انت شخصيا، يعني انه مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل كانت فرصة ان انت توصل لجماهير حقيقية. بالظبط، يعني هو انا بالفعل ليا دواوين، مهتم طبعا بالكتابه الورقيه لان بيبقى ليها متعه اخرى. نعم. متعه يعني زي ما بيتقال كده، ريحه الورق لوحدها دي ليها متعه اخرى. فمهتم جدا بده وما زلت مهتم ومهتم وهستمر في ده. بس انا بقول حتى لو حد ما عندوش امكانيه في ان المنتج بتاعه يخرج في شكل، سواء صوره ورقيه او اي اشكال اخرى، ايا كان المجال، فهي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا اتاحت اظهار الموهبه لكل الناس بابسط الصور، بابسط الطرق يعني. وانا بالنسبه لي برضو بتخدمني في الوطن العربي كمان، في نعم. التواصل مع الوطن العربي كله. يعني ببقى في قمه سعادتي لما الاقي حد من دولة عربية بيكلمني بخصوص كتاباتي، بيقول لي طب احنا ازاي نحصل على الديوان بتاعك. هو الحمد لله دلوقتي بقى في الشحن الخارجي، الموضوع بقى اسهل من زمان جدا. بس كون ان انت واصل لدول اخرى، ده بيدي سعادة كبيرة جدا لصاحب اللي بيقدم فن. ما في شك، ما في تمام. شك، ما في شك. وعايزين نقول لهؤلاء الشباب اللي بيعانوا من النشر او الوصول انه حاليا حتى المؤسسات الصحفية الكبيرة منها من لجأ حتى الى هذه الوسائل واصبحت يعني بتنافس الصحافة الورقية. بالظبط. حتى مؤسسات صحفية كبيرة الآن أغلقت واعتمدت على منصات ومواقع إلكترونية تقدر من خلالها توصل بشكل أكثر فاعلية من النشر المعتاد أو الطبيعي اللي تعودنا عليه في الكتابة الورقية. أشكرك شكرا جزيلا الشاعر والكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ محمد جمال مخلوف الشاعر الكبير. شكرا لك، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك وبشكر كل مستمعينا، واتشرفت بحضرتك. الشرف لينا يا فندم، شكرا جزيلا. اتشرفت بحضرتك. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مع